فيلمنا بيبتدي مع بيتر باركر وبيكون لسه طفل صغير في بيت ابوه وامه، واثناء ما بيتر بيلعب بيدخل لمكتب ابوه اللي بيكون عالم بيولوجي، وبيتر بيلاقي شباك اوضه المكتب مكسور والمكتب كله متكسر، وبيدخل ابوه وبيشوف اللي حصل وبيعرف ان في حد عايز يسرق الابحاث بتاعته من مكتبه، لكنه بيكون مخبي الابحاث بتاعته في مكان سري في الدرج، وبيبدا انه يمسح كل الملاحظات اللي مدونها على السبوره، وبيظهر انه بيعمل دراسات سريه عن العناكب، وبياخد بيتر وامه بعدها وبيمشوا من البيت، وبيودي بيتر لبيت عمه ومرات عمه عشان يبعد بيتر عن الخطر، وبيسيب مع اخوه اللي هو عم بيتر شنطته اللي حط فيها ابحاثه السريه، وده عشان يخبيها عنده، وبيودع بيتر وبيقول له انه هيرجع ياخده قريب، وامه كمان بتودعه قبل ما يمشوا هما الاتنين، ودي كانت اخر مره بيتر بيشوف فيها ابوه وامه لانهم بيموتوا بعدها في حادث غامض. وبتعدي الايام وبيتر بيكبر وبيدخل الجامعه، لكنه بيكون خجول جدا وما بيسلمش من مضايقات ولد اسمه فلاش، وده يبقى بلطجي المدرسه، وبيتر بيكون معروف انه مصور شاطر وعشان كده بيستخدموا صوره في صحافه الجامعه، وبيكون معجب بزميلته جوين لكن بيتكسف دايما انه يقول لها، وبيشوف بيتر الطلاب ملمومين لان فلاش بيكون بيتنمر على طالب ضعيف وبيغطس راسه في طبق الاكل بتاعه، والطلاب كلهم بيكونوا واقفين وبيضحكوا، وفلاش بيقول لبيتر ياخد له صوره وهو بيضرب الطالب، لكن بيتر بيرفض وبيقول له ينزله حالا، ففلاش بيتغاظ من بيتر وبيضربه وبيقع على الارض، وبيفضل يضرب فيه لحد ما جون بتظهر قدامه وبتطلب منه انه يسيبه، ولان فلاش بيكون معجب بيها هو كمان بيسمع كلامها فورا، وبيتر بيلم حاجته والكاميرا بتاعته اللي اتكسرت وبيروح للمحاضره بتاعته، وجوين بتحييه على شجاعته انه وقف قدام فلاش، وبيتر بيفرح جدا باهتمام جوين بيه، وبيرجع بيتر للبيت بعدها، ومي مرات عمه بتشوف وشه وبتساله مين اللي عمل فيك كده، فبيتر بيقول لها انه وقع من على لوحه التزحلق بتاعته، وساعتها بيوصل عمه وبيشوف وش بيتر هو كمان، وبيطلب منه انه يساعده ينقل حاجات للمخزن، وهناك بيقول لبيتر انه عارف ان في حد ضربه بالبوكس وانه ما وقعش على الارض زي ما قال، وبعد ما عمه بيخرج من المخزن بيتر بيشوف شنطه الابحاث بتاعه ابوه اللي سابها مع عمه زمان، وبياخدها بيتر وبيروح لعمه وهو زعلان لانه افتكر ابوه، وعمه ومرات عمه بيحاولوا يقفلوا على موضوع الشنطه ده، لكن بيتر بيلاقي صوره لابوه مع عالم صديقه جوه الشنطه، وبيسال عمه مين الراجل ده، وعمه بيقول له انه كان شغال مع ابوه زمان. بيتر بيدخل بعدها الاوضه وبيفضل يفتش كويس جوه الشنطه يمكن يلاقي حاجه يعرف بيها اسرار ابحاث ابوه، وبيلاقي فعلا ان ابوه وصل لمعادله مهمه لتهجين جينات العناكب مع البني ادمين، وده بيكون اكتشاف كبير جدا في زياده قدره الاستشفاء عند البشر، وساعتها عمه بيخبط على الباب وبيتر بيخبي الابحاث بسرعه، وبيدخل عمه وبيحاول انه يواسي بيتر بعد ما افتكر موت ابوه، وبيقول له ان اسم العالم اللي كان مع ابوه في الصوره هو كيرت كورنرز، وانهم ما يعرفوش حاجه عنه من يوم ما ابوه مات، وبيتر بعدها بيبدا انه يعمل سيرش عن العالم ده، وبيعرف انه كان شغال مع ابوه في ابحاث عن تهجين الجينات، وبيعرف كمان انه شغال دلوقتي في شركه دكتور اوسبورن للابحاث العلميه، وبيروح بيتر بعدها لشركه اوسكورب وبيقول لموظفه الاستقبال انه عايز يقابل دكتور كيرد، والموظفه بتفتكر انه شخص تاني جاي يتدرب في الشركه، فبتدي لبيتر الهويه بتاعته وبيكون اسمه رودريجو، وبيتر بياخد البطاقه وبيدخل، وبالصدفه بيقابل جروب من جامعته جايين زياره للشركه، والمشرفه بتاعتهم بتكون جوين زميلته، ولما بيتر بيشوفها بيتدرى منها، وفي نفس الوقت الامن بيخرج رودريجو الحقيقي بره المبنى لانه معوش بطاقه الزياره اللي بيتر بيكون اخدها، ودكتور كيرت بيقابل الطلاب بعدها وبيتر بيكون مستخبي وسطهم، والطلاب بيشوفوا ان دراعه اليمين مش موجود، وبيقول لهم انه قضى عمره في تطوير ابحاث تخليه يقدر يهجن جينات البشر مع جينات كائنات تانية عندهم القدره على الاستشفاء، وبالشكل ده ممكن تعويض الاطراف المفقوده للبني ادمين، وبيسالهم لو حد يقدر يخمن ممكن ازاي ده يحصل، ومحدش في الطلاب بيعرف يجاوب غير بيتر اللي بيجاوب من خلال ابحاث ابوه اللي قراها، ودكتور كيرت بيعجب جدا ببيتر وبيستاذن الطلاب بعدها انه يمشي، وجوين طبعا بيكون شافت بيتر وبتعرف انه اخد بطاقه الزياره بتاعه الغلبان رودريجو اللي طردوه، وبتقول له بعدها انها لازم تفضل مع الجروب وبتسيبه وبتمشي، وبيتر بعدها بالغلط بيخبط في مساعد دكتور اوسبورن وبيوقع منه الملفات على الارض، وبالصدفه بيشوف في الملفات نفس الرموز اللي كان ابوه استخدمها في البحث بتاعه، فبيمشي ورا الراجل وبيلاقيه بيفتح باب اوضه عليها نفس العلامات، وبيخرج من الاوضه 2 باحثين وبيمشوا معاه، وبيتر بيكون حافظ الباترن اللي الراجل فتح بيها الباب، وبيستخدم كارت رودريجو وبيفتح بيه الباب وبيدخل المعمل، وبيشوف في المعمل معدات متطوره جدا، وبيدخل لاوضه تانية وبيلاقي جهاز غريب بيكون مليان بالعناكب، ودي اللي بيتعمل عليها تجارب، وفضول بيتر بيخليه يلمس خيط من خيوط العناكب دي، والجهاز بيتعطل فورا، وبيبدا انه يلف بعدها بشكل معكوس وعناكب بتقع على بيتر، ومساعد دكتور اوسبورن اللي هو مدير الشركه بيدخل لدكتور كيرت بعدها وبيستعجلوا انه لازم يوصل لنتيجه في ابحاثه بسرعه عشان يقدروا ينقذوا دكتور اوسبورن لانه مريض وبيموت، وجوين بتشوف بيتر وبتاخد منه الكارت اللي اخده عشان ترجعه لرودريجو الحقيقي، وبعد ما بتمشي في عنكبوت بيقرص بيتر في رقبته، والعنكبوت ده بيكون من العناكب اللي وقعت عليه في المعمل، وبيتر بعدها بيركب المترو عشان يرجع للبيت وبيكون حاسس بتعب شديد، وراجل كده بيغلس عليه وبيحط على راسه المشروب بتاعه وهو نايم، وبتنزل نقطه ميه على بيتر وبيصحى فجاه وبيتعلق بالمقلوب في سقف المترو، وكل الركاب بيستغربوا، وبيعتذر بيتر للبت لان المشروب اتدلق عليها، لكن ايده بتلزق في البلوزه بتاعتها بسبب الخيوط اللي خرجت منها، والركاب بيفتكروا انه بيضايقها وبيحاولوا
وبيحاولوا انهم يضربوه، وبيتر بيدافع عن نفسه بشكل تلقائي وبيبدا انه يضربهم واحد ورا التاني لحد ما يوقعهم كلهم على الارض. وبيفهم بيتر ان قوته زادت بعد قرصة العنكبوت، وبيرجع بعدها لبيت عمه ومرات عمه اللي بيلومونه اتاخر لانهم قلقوا عليه. وبيفتح بيتر التلاجة وبيبدا ياكل بشراهه حتى الاكل اللي ما كانش بيحبه. وبيطلع بعدها على اوضته وبيكون تعبان جدا، وبيلاقي خيوط العنكبوت اللي قرصه خارجه من رقبته فبيقطعها، والعنكبوت نفسه بيكون مات. وتاني يوم بيتر بيصحى من النوم وبتكون قوته زادت جدا لدرجة انه بيكسر حنفية المية وهو بيفتحها، والحواس بتاعته بتنشط وبيحس بتفاصيل كل حاجة بتحصل حواليه، وبيعرف ان قرصة العنكبوت هي السبب. وبيبدأ انه يسيرش عن تأثير لدغات العنكبوت على البشر، وفجأة زراير الكيبورد كلها بتلزق في ايديه. وبيتر بعدها بيكمل دراسة لأبحاث ابوه عشان يفهمها، وبيكون بيذاكر حتى في غرف البيت بتاع عمه. وبعد ما بيفهم المعادلة كويس بيروح لدكتور كيرت في بيته وبيعرفه ان هو ابن ريتشارد باركر، ودكتور كيرت بيرحب بيه وبيدخله لبيته وبيقول له ان ابحاثه مع ابوه كانت هتغير العالم، وانه كان ممكن يرجع دراعه اللي فقده. وبيلاحظ كيرت ان بيتر ردة فعله سريعه جدا لما بيلحق المج قبل ما يقع على الارض. وبيتر بعدها بيقول له انه لقى الحل وبيكتب له المعادله اللي ابوه وصل لها قبل ما يموت. ودكتور كيرت بينبهر وبيطلب من بيتر انه يزوره في المعمل عشان يكمل ابحاثه معاه. وفي ملعب الباسكت اللي في الجامعه بيتر بيشوف فلاش وبيكون بيغلس على بنته وبيدلق لها جرد الالوان بتاعها بالكوره وبيبوظ لها اللوحه. وبيتر بيمسك الكوره قبل ما تخبط في البنت بطريقه غريبه، وفلاش بيقول له يرجع الكوره بسرعه، لكن بيتر بيفضل ماسكها وبيقول له ياخدها بنفسه لو عرف. وفلاش بيحاول انه ياخد الكوره من بيتر لكن ما بيقدرش حتى هو ماسك الكوره بايد واحده، وبيتر بيهزقه قدام كل الموجودين. وفي الاخر بيتر بيجري بالكوره وبيوقع فلاش وبيطير في الهواء وبيحط الكوره في الباسكت وبيكسره قدام كل الطلاب. ومدير الجامعه بيطلب مقابله عم بيتر بسبب اللي عمله، وعم بيتر بيلومه بعدها وبيقول له انه غير ميعاد شغله عشان يقابل المدير، وان بيتر لازم يرجع للبيت بدري النهارده عشان ياخد باله من مرات عمه. وبعد ما عمه بيمشي جوين بتكون واقفه مستنيه بيتر، وما بيكونش لسه عارف يقول لها انه معجب بيها، لكن بيتفقوا هما الاثنين انهم يخرجوا مع بعض. وبيتر بعدها بيكون فرحان جدا وبياخد لوحه التزحلق بتاعته وبيجري بيها، وبيكتشف ان لياقته زادت جدا وان الحركات الاستعراضيه بقت سهله جدا بالنسبه له، وبيبدا انه يتسلق الحيطان بكل سهوله. وبيروح بعدها لدكتور كيرتي في المعمل وبيكون شغال على النتائج اللي بيتر سلمها له، وبيتر بيشوف عنده جهاز لتهجين الفصائل المختلفه. ودكتور كيرتي بيقول له انه بيجرب دلوقتي يهجن جينات سحليه مع فار تجارب دراعه مقطوع، لان السحليه بيكون عندها قدره انها تولد اي عضو فقدته من جسمها من تاني، وان التجربه دي لو نجحت ممكن يرجع لجسمه دراعه اللي فقده. وبيتر بيندمج معاه في الابحاث وبيتجاهل اتصال عمه اللي طلب منه انه يرجع للبيت بدري. وبعد شويه تجارب بينجحوا انهم يولدوا ايد الفار من تاني، ودكتور كيرتي بيشكر بيتر على مساعدته ليه. ولما بيتر بيرجع للبيت عمه بيكون زعلان منه جدا لانه خلف وعده معاه، وبيتر بيزعل وبيسيب البيت وبيمشي، والباب بيتكسر وراه من غير ما يقصد، وعمه بيخرج وراه عشان يرجعه للبيت من تاني، لكن بيتر بيكون بعد جدا ودخل لماركت عشان يشتري مشروب وما بيكونش معاه فلوس كفايه انه يشتري، والبياع بيرفض انه يديله المشروب مع ان الفلوس كانت ناقصه 2 سنت بس. وقبل ما بيتر يخرج من المحل وهو زعلان بيكون في حرامي بيسرق الفلوس من الكاشير، وبيدي لبيتر ازازه العصير اللي البياع رفض يديها له، وبيخرج من المحل والبياع بيجري ورا الحرامي وبيطلب مساعده بيتر، لكن بيتر بيقول له ان ده مش شغله، والحرامي بيفضل يجري وبيوقع الناس في طريقه لحد ما بيخبط في عم بيتر بالصدفه، والمسدس بتاعه بيقع منه، وعم بيتر بيحاول انه يمنعه انه ياخد المسدس، لكن الحرامي بيضرب نار عليه وعم بيتر بيقع على الارض. وبيتر بيكون سامع صوت ضرب النار وبيروح لمكان الحادث، وبيتفاجئ ان عمه هو اللي واقع على الارض، وبيحاول انه ينقذه باي شكل، لكن عمه بيموت. وبيتر ومرات عمه بعدها بيعيشوا فتره صعبه جدا من الحزن، ومحققين الشرطه بيكونوا عندهم في البيت، وبيتر بيشوف مواصفات القاتل وبيفتكر ساعتها انه شاف وشم نجم على ايده. وبيعيش بيتر فتره اكتئاب لانه حاسس ان هو سبب في موت عمه، وده لانه ساب الحرامي يهرب. وفلاش بيحاول انه يعذب بيتر بعدها، وبيتر بيكون فاكر انه جاي يتنمر عليه كالعاده، لكن بيهدى وبيسيبه لما بيعرف ان فلاش كان بيواسيه، وبيقابل جوين هي كمان وبتواسيه. وبيتر بيرجع لبيت عمه وبيقرر انه ينتقم من الحرامي اللي موته، وبيبدا انه يخرج في شوارع المدينه بالليل يدور على الحراميه وقطاع الطرق يمكن يوصل للي قتل عمه. وبيشوف حرامي بيسرق واحده وبيتر بيضربه بعد ما الحرامي بيهدده بمسدس، لكن بيلاقي اصحاب الحرامي كانوا مستخبيين وبيهاجموه، وبيتر بيضربهم واحد ورا التاني وبيقدر انه يهرب منهم، وبيتسلق المبنى لحد ما بيوصل للسطح، والحراميه بيطلعوا وراه، وبيتر بيقابل الحرامي من تاني وبيضربه. وقبل ما الحرامي يقع من فوق المبنى بيتر بيمسكه وبيدور على وشم النجمه في ايده، لكن بيكتشف ان مش هو ده اللي قتل عمه، وبيساعده بعدها انه يمسك في السور وبيسيبه، وبيرجع بظهره بعدها فوق السطح لحد ما بيقع في حفره بتنزله على حلبة مصارعه قديمه مهجوره في المبنى، وهناك بيشوف صوره لمصارع مقنع وبيعجبه شكل القناع، وبيقرر انه يصمم قناع شبهه، وبيشتغل فعلا بعدها على تصميم بدله كامله تخفي هويته، وبيطور خيوط كيميائيه تشبه خيوط العنكبوت وبتكون قويه جدا كانها خيوط حديد،
وبيخترع جهاز شبه الساعه عشان يولد الخيوط دي، وفي نفس الوقت بيكون لسه بيدور على الحرامي اللي موت عمه في شوارع المدينه بالليل، وبيجرب بعدها الخيوط الجديده وبيتاكد انها قويه جدا، وبيخترع الجهاز يقدر بانه يتصنت على اللاسلكي بتاع قوات الشرطه عشان يعرف لو الشرطه بتطارد حد من المجرمين، وبعدها بيكون قادر انه يسبق قوات الشرطه ويقبض على المجرمين، واي مجرم يقبض عليه بيفضل يدور في ايده على وشم النجمه، وده عشان يوصل للي قتل عمه، وبيبدا بعدها يتشهر انه بطل والناس بتصوره وهو بيقبض على المجرمين. ورئيس الشرطه كابتن جورج بيسمع عن البطل الجديد لكنه بيكون شايف انه بيبوظ لهم شغلهم وبيكون عايز يقبض عليه. وبيتر بعدها بيكمل تصميم البدله بتاعته بالكامل وبيستوحي التصميم من زي رياضه التزلج اللي بيكون ضيق عشان يقلل مقاومه الرياح اثناء الحركه. وبيشوف بيتر بعدها حرامي تاني بيدخل العربيه وبيحاول انه يسرقها، لكن بيتر بيكون قاعد مستنيه جوه العربيه وبيضرب الحرامي وبيمنعه من السرقه وبيربطه في الحيطه بالخيوط بتاعته لحد ما الشرطه بتوصل، لكن بيتفاجئ ان الشرطه بتقبض عليه هو، وده حسب اوامر رئيس الشرطه. وبيتر بيشوف باقي قوات الشرطه بتوصل بيهرب من المكان وبيبدا يتنقل على العربيات على الطريق بكل سهوله، وده وسط مطارده الشرطه ليه لحد ما في النهايه بيهرب منهم على الجسر، وبيكون فرحان جدا بالقوه اللي وصل لها. ورئيس الشرطه بيلوم الشرطيين وبيقول لهم ازاي 38 شرطي مش عارفين يقبضوا على سبايدر مان. وبيرجع للبيت بعدها ومرات عمه بتشوف الكدمات اللي على وشه وبتكون خايفه عليه جدا لا يكون بيعمل حاجه غلط. وفي شركة أوسكورب دكتور كيرت بيقول للمدير ان التجربة نجحت على فرد تجارب وانه قادر يولد دراعه من تاني، لكن لسه بدري قوي انهم يعملوا التجارب دي على البشر، لكن المدير بيهدده ان لو ما بدأش التجربة فورا على البشر هيطردوا من الشركة. فدكتور كيرت بيضطر بعدها انه يجرب المصل على نفسه. وجوين بعدها بتكون عازمة بيتر على العشاء مع أسرتها، فبيتر بيجيب لها ورد وبيدخل أوضتها من الشباك، وبيتفاجئ بيتر بعدها ان ابو جوين يبقى هو نفسه جورج رئيس الشرطه اللي عايز يقبض عليه، لكن طبعا ما بيكونش يعرف ان بيتر هو سبايدر مان، وبيسلم على بيتر وبيرحب بيه. وفي نفس الوقت دكتور كيرت بيصحى في مكتبه وبيتفاجئ ان التجربه نجحت ودراعه رجع من تاني، وبيحاول انه يكلم دكتور اوسبورن صاحب الشركه عشان يبلغه ان التجربه نجحت، لكن المساعده بتاعته بتقول له انهم نقلوا دكتور اوسبورن للمستشفى. وكيرت بياخد تاكسي بسرعه عشان يقابل دكتور اوسبورن، لكنه بيبدا يظهر عليه اعراض غريبه وبيظهر كده انه ابتدى يتحول لسحليه. وفي بيت جوين بيتر بيكون بيتعشى مع اسرتها وما بيكونش عاجبه كلام جورج عن سبايدر مان وانه عايز يقبض عليه، وبيقول له ان سبايدر مان بطل وانه بيعمل اللي الشرطه مش قادره تعمله. وجوين بتحاول انها تهدي الجو وبتاخد بيتر للروف بعيد عن ابوها وبتعتذر له بعدها عن كلام ابوها، وساعتها بيتر بيعترف لها ان هو نفسه سبايدر مان اللي ابوه بيدور عليه. وجوين طبعا بتكون مصدومه من المفاجاه، وبيتر بيسمع بعدها قوات الشرطه بتتحرك لان في حاجه غريبه بتحصل على الجسر، فبيطلع للجسر. وجورج هو كمان بيسيب البيت وبيروح مع الشرطه للجسر، وبيكون هناك مدير الشركه في عربيته ومش عارف ايه اللي بيحصل، وده لان دكتور كيرت بيكون اتحول فعلا لسحليه عملاقه وعمال يكسر في العربيات لحد ما بيوصل لعربيه المدير وبيبدا انه يكسرها، وبيشيل العربيه بعدها وبيرميها من فوق الجسر. لكن سبايدر مان بيوصل ساعتها وبيضربه وبيمسك عربيه المدير بالخيوط بتاعته وبيلحقه قبل ما يقع في النهر، وبيكون رابط كل العربيات اللي كيرت رماها في الجسر بالخيوط بتاعته. وبيكون في اب بيستنجد بيتر وبيقول له ان ابنه محبوس في عربيه من العربيات اللي هتقع، وبيتر بيجري بسرعه وبينزل الولد الصغير وبيديله القناع بتاعه وبيقول له انت بطل عشان الولد ما يخافش لان العربيه بتكون بتتحرق، وبيقدر بعدها انه ينقذه على اخر لحظه قبل ما العربيه تقع في النهر، وبيرجع الولد لابوه وابوه بيشكره، وبيتر بيرجع بعدها لبيته. وفي نفس الوقت دكتور كيرت بيرجع لهيئته البشريه داخل انفاق الصرف، وبيكون في مؤتمر صحفي وجورج بيقول لهم انهم ما شافوش حد على الجسر غير سبايدر مان لان هو سبب كل المشاكل اللي حصلت. وبيتر بيتضايق جدا من كلام جورج، ولما بيقابل جوين بتقول له انها استحاله تصدق الكلام ده عنه، وبيتر بيقول لها انه هيبدا مطارده الكائن الغريب اللي هجم على الناس امبارح، وما بيكونش يعرف طبعا انه دكتور كيرت. وبيزور بعدها دكتور كيرت في معمله وبيشوف حقنه من مصل التحول فاضيه، ودي الحقنه اللي بيكون دكتور كيرت حقن بيها نفسه، وبيساله بعدها عن احسن طريقه لمطارده الزواحف. فدكتور كيرت بيستغرب من سؤال بيتر اللي بيشوف ساعتها تغير في جلد دكتور كيرت اللي على رقبته، وبيتاكد بنسبه كبيره ان دكتور كيرت هو اللي هاجم الناس امبارح على الجسر. وكيرت بيسيب بيتر وبيمشي، وبيتر بعدها بيشوف فار التجارب اللي اتحقن بالمصل وبيلاقيه اتغير وبقى عدواني وشرس جدا. وبيتر بيخرج من المعمل بعدها على مركز الشرطه، وبيقابل جورج وبيحكي له عن اللي عرفه عن دكتور كيرت، وبيقول له ان هو نفسه يبقى السحليه العملاقه اللي هاجمت الناس على الجسر. لكن جورج بيشوف ان حكايه بيتر دي تخاريف وبيرفض انه يسمعه، وبيطلب من الامن انهم يطلعوا بيتر بره. ولما بيتر بينزل للشارع بيشوف سحالي كتير جدا بتدخل من فتحات الصرف اللي في الشوارع عشان توصل للانفاق، وبيشك ساعتها ان دكتور كيرت موجود في انفاق الصرف، فبيلبس بدله سبايدر مان وبينزل للانفاق. وبيكون دكتور كيرت فعلا بيكمل التجارب بتاعته تحت في الانفاق، وبيسجل في الكاميرا نتائج التجارب بتاعته، وبيحقن نفسه بعدها بجرعه جديده من المصل اللي اخترعه. وسبايدر مان بيعمل شبكه من الخيوط وبيقف عليها وبيستنى ظهور دكتور كيرت، وبيكون موصل خيوط العنكبوت في كل انفاق الصرف، ولما خيط منهم بيتحرك بيعرف ان دكتور كيرت بيتحرك قريب منه، لكنه بيتفاجئ بعدد كبير جدا من السحالي ماشيين على الخيوط.
وبيتحركوا في اتجاه معين، وبيمشي بيتر وراهم عشان يوصل لدكتور كيرت. لكن فجأة بيهجم عليه دكتور كيرت في هيئة السحلية وبيضرب سبايدر مان اللي بيكون مجهز كاميراته ومعلقها على الحيطة، والفلاش بتاع الكاميرات بينور وبيصور دكتور كيرت وهو بيضرب سبايدر مان. وبيبدأ كيرت انه يخربش بيتر بمخالبه، لكنه بيقدر انه يفلت منه وبيقعوا هما الاتنين في مية الصرف. وبيتر بعدها بيكمل هروب من دكتور كيرت، لكن جهاز الخيوط بتاعه بيبوظ من المية ومش بيشتغل، بس بيقدر بعدها انه يهرب من دكتور كيرت في النهاية. ودكتور كيرت بيمسك الكاميرا وبيشوف اسم بيتر باركر عليها وبيعرف ان بيتر هو سبايدر مان. وبيتر بيروح بعدها لبيت جوين وهو مصاب، وجوين بتخبيه بسرعه لما ابوها بيخبط على الباب، وجورج ما بيعرفش ان سبايدر مان موجود في بيته. وبيتر بيقول لجوين ان هو السبب في اللي حصل لدكتور كيرت، لانه اداله ابحاث ابوه وانه لازم يصلح الغلط ده بانه يثبت ان دكتور كيرت هو نفسه السحليه العملاقه. وبياخد جوين بعدها في جوله في المدينه على طريقه سبايدر مان. وفي نفس الوقت دكتور كيرت بيكون في انفاق الصرف وبياخد جرعه جديده من المصل، وقوته بتزيد جدا وبيتحول لسحليه من تاني، وبيقول انه لازم يتخلص من بيتر باركر. وبيروح بعدها لجامعة بيتر من خلال مواسير الصرف وبيكسر الحمام وبيظهر قدام الطلاب كلهم، والطلاب كلهم بيترعبوا وبيجروا، وبيفضل بيتر لوحده وبيجري على دكتور كيرت وبيهجم عليه، وبيبدأ دكتور كيرت انه يضرب بيتر وبيكسر بيه حيطان الجامعة. لكن بيتر بيقدر انه يوصل لشنطته اللي فيها زي سبايدر مان، وبيقدر بعدها انه يهاجم دكتور كيرت وبيضربه، وبيشتبكوا مع بعض هما الاتنين بعدها لحد ما سبايدر مان بيقطع ديل السحلية، وبيتفاجئ ان دكتور كيرت بيولد ديل من تاني وبيرجع من غير اي اصابات، وبيبدأ انه يشتبك مع سبايدر مان من تاني وبيكون متفوق عليه جدا لحد ما بتظهر جوين وبتشتت انتباهه، وسبايدر مان بيبعدها عنه قبل ما دكتور كيرت يهاجمها، وبيكتف بعدها دكتور كيرت بشبكة عنكبوت وبيربطه في السقف عشان يعطله، وبيهرب بعدها جوين من الشباك وبيسمعوا صوت سيرين قوات الشرطة وصلت للجامعة. فدكتور كيرت بيتغاظ من بيتر وبيهجم عليه من تاني. وبالمناسبة الراجل ده هو اللي ابتكر شخصية سبايدر مان ومعظم شخصيات مارفل. ودكتور كيرت بيدمر مكتبة الجامعة وبيضرب بيتر وبيختفي بعدها، وبيتر بيبدأ انه يدور عليه وبيعرف انه رجع لانفاق الصرف من تاني من خلال الحمام، فبينزل وراه في انفاق الصرف، وجوين بتتصل بيه عشان تطمن عليه، وبيتر بيقول لها انها لازم تجيب الترياق اللي هيحقن بيه السحليه ويقدر بعدها انه يرجع دكتور كيرت لحالته الطبيعيه، وبيقول لها ان مكان الترياق في شركه اوسكورب. وبيوصل بيتر بعدها لمعمل دكتور كيرت اللي في الانفاق، وبيكتشف ان خطته يحول البشر كلهم لسحالي زيه عشان يكونوا في قوته، وانه ناوي ينشر الفيروس ده على هيئه غاز بين سكان المدينه، وهيعمل كده من فوق مبنى شركه اوسكور اللي جوين رايحه لها دلوقتي. وفي نفس الوقت دكتور كيرت بيوصل لمقر الشركه، لكن قوات الشرطه بيكونوا مستنيينه وبيفتحوا عليه النار، ودكتور كيرت بيتصاب وبيقع على الارض وشنطه الفيروس بتقع منه، لكن فجاه الجروح اللي في جسمه بتشفى، وبيهجم على قوات الشرطه وبيرش عليهم الفيروس، وبيعمل سحابه كبيره من الدخان الاخضر، والشرطيين كلهم بيقعوا على الارض، وفي ثواني بيبداوا كلهم انهم يتحولوا لشكل السحليه زي دكتور كيرت. وجورج بيعرف ان دكتور كيرت استخدم سلاح بيولوجي وبدا ينشره في المدينه. وفي نفس الوقت بيتر بيطلب من جوين انها تهرب فورا من الشركه لان دكتور كيرت في طريقه ليها، لكن جوين بترفض انها تسيب الشركه قبل ما تجيب المصل المضاد لفيروس دكتور كيرت. وبيتر بيتحرك فورا عشان يروح ينقذها، لكن بيتفاجئ بقوات الشرطه ومعاهم جورج بيحاصروه وبيطلبوا منه انه يسلم نفسه. وبيتر بيحاول انه يهرب بعدها، لكن قوات الشرطه بيصعقوه بالكهرباء، وبيتر بيقع على الارض وبيغمى عليه. وقبل ما جورج يخلع قناع سبايدر مان ويعرف هوية بيتر بيفوق على اخر لحظه وبيضرب جورج وبيوقعه، وبيضرب بعدها كل قوات الشرطه اللي واقفين، لكن جورج بيهدده بسلاحه وبيشوف وشه، وبيتفاجئ ان بيتر باركر زميل بنته في الجامعه هو سبايدر مان اللي بيدور عليه. وبيتر بيترجى انه يسيبه وبيقول له ان جوين في خطر لان دكتور كيرت رايح لها الشركه دلوقتي، فجورج بيسيب بيتر يهرب من المكان عشان ينقذ جوين. وفي الوقت ده دكتور كيرت بيكون وصل لشركة اوسكور وبيكسر الشباك وبيدخل، وجوين بتشوفه وبتستخبى منه في دولاب المعمل بسرعة، لكن دكتور كيرت بيعرف مكانها ومش بيهاجمها، بس بياخد منها الجهاز اللي محتاجه عشان ينشر الغاز في المدينة، وبيسيبها وبيمشي، وبيبدأ انه يتسلق مبنى الشركة عشان يوصل لأعلى نقطة ويقدر انه ينشر الفيروس. وسبايدر مان بيكون لسه في الطريق وما وصلش للمبنى، ولحسن حظه الراجل اللي بيتر انقذ ابنه على الجسر بيشوفه على شاشة الأخبار وبيقرر انه يساعده انه يوصل لمبنى شركة اوسكور، وده لانه بيشتغل مشرف بناء في المدينة، فبيدي اوامره للعمال انهم يوجهوا الرافعات بزاوية معينة عشان بيتر يتسلق عليها ويوصل اسرع لمبنى الشركة. وبيتر فعلا بيشوف اللي بيحصل وبيعالج نفسه بسرعة من الإصابة اللي في رجله، وبيبدأ انه ينتقل بالخيوط بتاعته ما بين الرافعات العملاقة، وقوات الشرطة ساعتها بيسهلوا له عملية الوصول. وفي نفس الوقت جورج بيوصل لجوين وبياخد منها الترياق، وبيقول لها انه عارف ان بيتر صاحبها يبقى سبايدر مان، وبيكون دكتور كيرت على برج فوق المبنى وبيستعد عشان ينشر الغاز، لكن سبايدر مان بيوصل له وبيضربه وبيوقعه من فوق البرج، بس دكتور كيرت بيقدر انه يتغلب على سبايدر مان من تاني، وبتدور بينهم معركة قوية جدا لحد ما دكتور كيرت بيمسك سبايدر
سبايدر مان وبيكتفه وبيخلع القناع بتاعه وبيعايره انه وحيد وان كل اهله ميتين، وبيكسر له بعدها الجهاز اللي في ايده وده اللي بيخرج منه الخيوط. وساعتها بيظهر جورج وبيقول له ان بيتر مش لوحده، وبيضرب نار على انابيب النيتروجين والغاز بيخرج وبيجمد اطراف دكتور كيرت. وكابتن جورج بيضرب بعدها نار عليه وبيبدا يكسر اطرافه، وبيدي لبيتر بعدها الترياق وبيقول له يبدله بسرعه بمكان القنبله اللي فيها الفيروس، وبيفضل هو لوحده عشان يواجه دكتور كيرت ويعطله. لكن دكتور كيرت بيهجم على جورج بعدها وبيغرز مخالبه في بطنه وبيصيبه اصابه قويه جدا، وبيجري بعدها عشان يمنع بيتر من انه يعطل القنبله. لكن بيتر بيوصل وبيبدل قنبله الفيروس بالترياق المضاد، وبتنفجر القنبله في السماء وبتعمل سحابه من الدخان الازرق فوق المدينه، وبينزل منها العلاج على دكتور كيرت وبيبدا انه يرجع لهيئته البشريه، وبيقع من فوق البرج. والغبار بينزل بعدها على الارض، وكل الشرطيين اللي دكتور كيرت حولهم بيرجعوا لشكلهم الطبيعي، والبرج اللي واقف عليه بيتر بيبدا انه يقع، وبيتر بيتعلق بعدها في سور المبنى وبيكون خلاص هيقع من فوق. لكن دكتور كيرت بيظهر وبيكون رجع لشكله الطبيعي وبيمسك ايد بيتر وبينقذه، وبيقول له بعدها يروح ينقذ كابتن جورج بسرعه. وفعلا بيتر بيروح عشان ينقذ دكتور جورج، لكن بتكون اصابته مميته، وبيقول لبيتر انه كان غلطان في حقه وان المدينه محتاجاله، وبيرجع له الماسك بتاعه عشان يخفى هويته. لكن بيطلب منه انه يوعده انه يبعد عن جوين عشان ما تتاذيش بسببه. وكابتن جورج بيموت بعدها، وبيتر بيرجع البيت لمرات عمه وبيقول لها ان كل حاجه خلاص خلصت، وبيراقب بعدها جوين من بعيد في جنازه ابوها وما بيقربش منها، وده عشان الوعد اللي وعده لجورج. وجوين بتروح له البيت بعدها وبتقول له انه سابها لوحدها في ظرف صعب زي ده، فبيتر بيقول لها انه مش هيقدر يكمل معاها. لكن جوين بتفهم ان ابوها طلب من بيتر انه يوعده انه يبعد عنها، وبتسيب بيتر بعدها وبتمشي. وبيتر بيقابلها في الجامعه بعد فتره، وبيقابل كمان فلاش اللي بقى صاحبه دلوقتي. وبيتر بيلاقي فلاش لابس تيشيرت سبايدر مان لانه معجب بيه. ولما بيدخلوا للمحاضره بيتر بيقول لجوين انه مش هيقدر ينفذ الوعد اللي وعده لابوها لانه مش هيقدر يبعد عنها. ومن بعدها سبايدر مان بقى الحارس الاول للمدينه. بيبدأ الجزء الثاني من فيلم اميزنج سبايدر مان بتفاصيل الحادثه اللي اتسببت في موت ابو بيتر وامه. ريتشارد باركر بعد ما وصل ابنه لبيت عمه ركب طياره خاصه هو ومراته عشان يهربوا من المدينه، وبيقول لمراته ماري انه هيرفع نسخه احتياطيه من ابحاثه لروزفلت اللي ما نعرفش هي مين عشان لو جراله اي حاجه الابحاث تكون في امان. بس اللي ما كانش يعرفه ريتشارد ان مضيف الطياره بيكون خاين ومهمته انه يقتل ريتشارد وماري ويسرق منهم الابحاث ويهرب بالباراشوت من الطياره. لكن ماري بتظهر من ظهره وبتضربه على راسه، وريتشارد بيشتبك معاه بعدها وبيضربه، والقاتل بيحاول انه يضرب نار على ريتشارد لكن ماري بتنقذه. وساعتها الراجل بيضرب نار على ماري وبيصيبها، وريتشارد بعدها بيقدر انه يضربه والراجل بيغمى عليه. بعدها رفع الملفات السريه بعد ما ربط ماري في الكرسي عشان تكون في امان، لكن القاتل بيفوق من تاني وبيحاول انه يموت ريتشارد. وريتشارد بيشوف ساعتها ان ماري ماتت، فبيضرب رصاص على ازاز الطياره، وفرق الضغط بيبدا انه يكسر باقي الازاز، والطياره بتبدا انها تقع لان القاتل بيكون قتل الطيار كمان. وفي النهايه ريتشارد بيضربه وبيوقعه بره الطياره، وبيتاكد ان الابحاث بتاعته كلها اتنسخت للمكان السري، وبيستسلم بعدها للمصير وبيموت مع ماري. وهو ده اللي حصل لابو بيتر وامه زمان. وبنرجع لبيتر اللي بقى الحارس الاول للمدينه بعد ما بقى سبايدر مان، وبيكون بيطارد مع قوات الشرطه مجرم خطير اسمه اليكس، واللي بيحاول انه يسرق هو وعصابته مواد خطيره من عربيه نقل تابعه لشركه اوسكورب. والحراميه فعلا بيقدروا انهم يعملوا فتحه في عربيه الشركه وبيدخلوا عشان يسرقوا ماده البلوتونيوم الخطيره. بس سبايدر مان بيوصل ساعتها لاليكس في العربيه اللي سايقها، وبيطلب منه بالذوق كده انه يسلم نفسه، لكن اليكس طبعا مش بيسمع له وبيكمل سواقه وبيدمر كل العربيات اللي في طريقه. وفي الوقت ده في مهندس بسيط اسمه ماكس شغال في شركه اوسكورب بيكون ماشي في الشارع، وبيقع منه مخططات هندسيه مهمه وبيقف عشان يلمها، وسبايدر مان ساعتها بينقذه بسرعه قبل ما اليكس يخبطه بالعربيه. والراجل ما بيكونش مصدق نفسه ان قابل سبايدر مان لانه بيعتبره مثله الاعلى. وساعتها اليكس بيفرمل بالعربيه اللي سايقها، وكل عربيات الشرطه اللي بتطارده بتخبط فيه وبتتكسر، وعصابه اليكس بيفتحوا باب العربيه وبيبداوا انهم يضربوا النار على قوات الشرطه. فسبايدر مان بيشدهم بالخيوط بتاعته وبيعلقهم من رجلهم قدام الشرطيين، واليكس بيحس بالخطر وبيتحرك تاني بالعربيه، وبيكونوا ربطوا عربيه شركه اوسكورب اللي فيها مواد خطيره في عربيته، وماده البلوتونيوم بتبدا انها تقع جوه العربيه. وسبايدر مان بيجري بسرعه وبيدخل العربيه وبيبدا انه يلم العبوات دي قبل ما تتكسر، وبيقع كام عبوه كده من الماده في الشارع، وبرضه سبايدر مان بيلحقهم. وفي الوقت ده جوين بتتصل بيه وما بتكونش عارفه ايه اللي بيحصل، وده لان النهارده حفله تخرج جوين وبيتر من الجامعه، فبيتر بيقول لها انه جاي لها بسرعه، وبيتهيأ له بعدها انه بيشوف ابو جوين اللي وعده قبل كده انه مش هيقرب من بنته. واثناء ما جوين بتقول كلمتها في حفله التخرج بتكون بتبص على مكان بيتر اللي لسه ما وصلش، لانه بيكون
ساعتها بينقذ الناس قبل ما أليكس يموتهم، وبيقدر بعدها انه يقبض عليه وبيكتفه بالخيوط بتاعته، وبيكون انقذ المدينه مره تانية وحافظ على كل عبوات البلوتونيوم قبل ما تتكسر. وبيروح بعدها لحفله التخرج على اخر لحظه، وبيلحق جوين قبل ما تخلص كلمتها بثواني، وبتكون ماي مرات عمه موجوده وبتهني بيتر بتخرجه. وجوين بتعرف ان بيتر اتاخر عن الحفله لانه كان بينقذ المدينه، لكن بيتر بيكون لسه بيتهيأ له انه بيشوف جورج ابو جوين، وكانه بيلومه انه خلف وعده معاه بانه يبعد عن بنته. وبيتر بعدها بيقابل جوين وبيقول لها انه مش هيقدر يكمل معاها بسبب احساسه بالذنب تجاه ابوها، فجوين بتتضايق جدا وبتقول له ان هي كمان مش عايزه تكمل معاه. وبيتر بعدها بيكمل دوره في حمايه المدينه وبينقذ طفل اسمه جورجي من مجموعه اطفال بيتنمروا عليه وبيضربوه، والمدينه كلها ما بتبقاش وراها غير سبايدر مان واللي بيعمله سبايدر مان اللي بيكمل مهمته في القبض على المجرمين حتى هو عنده دور برد شديد. ففي الاخر هو بني ادم برضه وما بينساش ابدا جوين، وبيفضل يراقبها ويطمن عليها من غير ما تحس بيه، وبيرجع للبيت كل يوم وهو بيدار على مرات عمه اللي بيعمله. وبنروح لماكس المهندس اللي قابله سبايدر مان في البدايه، واللي بيظهر كده ان عنده هوس بيه وبيعتبره صديقه الوحيد، وبيكون النهارده عيد ميلاده وبيكلم نفسه وكأن سبايدر مان هو اللي جايب له التورته، وده لان ماكس على طول حاسس انه وحيد ومحدش شايفه. ماكس بيروح بعدها لشغله في شركه اوسكورب، وبيكون هو اللي مصمم شبكه الكهرباء الجديده للمدينه كلها، وبتكون بتعتمد على توليد الطاقه عن طريق ابراج كهرومائيه وبتستخدم طاقه نظيفه. ومع ذلك الكل بيتجاهلوا في الشركه وبينصبوا الفضل لشركه اوسكورب وبيتعاملوا معاه بطريقه مهينه. وماكس بيقابل جوين بالصدفه في الاسانسير لانه بيكون رايح يعمل صيانه للشبكه اللي صممها، وجوين بتكون لطيفه معاه وبتتعرف عليه، لكن بتلاحظ بعدها ان ماكس مهووس بسبايدر مان لما بيشوف فيديو ليه في الاخبار. وبنروح بعدها لهاري ابن العالم اوسبورن واللي قضى طفولته في فتره المراهقه في مدرسه داخليه بعيده عن ابوه، ودلوقتي دكتور اوسبورن طلب انه يقابله بعد العمر ده لانه حاسس انه قرب يموت، وهاري بيلومه انه سابه لوحده طول الفتره دي. فدكتور اوسبورن بيقول له انه بعده عشان مصلحته لانه كان بيشتغل على الابحاث عشان يلاقي علاج لمرض وراثي موجود عنده، ودي الابحاث اللي برضه كان ابو بيتر شغال عليها. وبيقول لهاري انه اكيد دلوقتي بيعاني من نفس اعراض المرض اللي عنده، وانه بالشكل ده هيموت زيه الا لو قدر انه يوصل للعلاج، وبيديله خلاصه التجارب والابحاث اللي وصل لها على جهاز صغير. ودكتور اوسبورن بيموت بعدها، وبيسمع بيتر في الاخبار ان شركات دكتور اوسبورن وثروته هتنتقل بعد وفاته لابنه الوحيد هاري، وده اللي كان صاحبه وقريب منه جدا زمان. والموظفين كلهم في شركه اوسكورب بياخدوا اجازه اليوم ده بسبب الحداد على وفاه اوسبورن، ما عدا الغلبان ماكس اللي بيقع في حظه مدير دايما بينكد عليه، واللي بيقول له ان كل الموظفين هيمشوا ما عدا انت لان في مشكله في شبكه الطاقه اللي انت مصممها ولازم تصلحها. وبدل ما ماكس يحتفل بعيد ميلاده بيفضل في الشركه عشان يعالج مشكله الطاقه، وبيتصل بموظف تاني عشان يقفل الكهرباء عن المكان اللي هيصلحه، بس الموظف بيقول له انه في اجازه مع باقي الموظفين، فبيضطر ماكس انه يصلح كابل الكهرباء المفصول من غير ما يقطع الكهرباء عنه. وساعتها ماكس بيتصعق بالكهرباء وبيقع في مكان عالي، وبينزل بعدها في حوض الاسماك اللي بتولد طاقه كهربائيه للمحطه، والاسماك كلها بتهاجم ماكس في حوض الميه وبيصعقوه بطاقه كبيره، وماكس شكله كده بيبدا انه يتغير لحد ما حوض الميه بيتكسر من كميه الطاقه وماكس بيقع على الارض. وهاري بعدها بيجمع اعضاء مجلس اداره الشركه بعد وفاه ابوه، وبيلاحظ كده انهم عايزين يورطوه في حل مشكله دكتور كيرت اللي كان عايز يحول الناس لسحالي عملاقه، وبيقولوا له ان المستثمرين قلقانين على فلوسهم بسبب الفضيحه دي، لكن هاري بيكون فاهم العابهم كويس وبيقول لهم انهم كلهم دلوقتي هيكونوا مسؤولين من السكرتيره فيليشيا لانها السكرتيره الخاصه بيه من دلوقتي وهتبقى مديرتهم، وبيسالهم لو حد عنده اعتراض، لكن طبعا محدش بيفتح بقه. وبيتر بعدها بيروح لهاري في شركته عشان يعزف موت ابوه، وبيخرجوا هما الاتنين مع بعض وبيدردشوا شويه، وكل واحد فيهم بيحكي للتاني ايه اللي عمله في السنين اللي فاتت دي كلها. وهاري بيعرف ان جوين صديقه بيتر بتشتغل في شركته، وبيكون دونالد اللي في اداره الشركه بيراقب هاري طول الوقت مع الحارس بتاعه، وبيتكلموا بعدها عن ماكس اللي سرقوا تصميماته ونسبوها للشركه، وبيقولوا انهم لازم يداروا على موته لحد ما يطردوا هاري من الشركه، وده بعد ما يلفقوا لهاري تهمه موت ماكس بسبب اهماله في الاداره، لكن ما بيكونوش يعرفوا ان ماكس ما ماتش وبيفوق من تاني وشكله بيكون اتغير، وده بسبب كميه الطاقه اللي دخلت جسمه، وبيظهر كده ان بقى عنده قدره غريبه على التحكم في الكهرباء. وبيتر بيقابل جوين بعدها وبيتكلموا مع بعض من تاني وبيتفقوا انهم يبقوا اصدقاء وما يقطعوش علاقتهم ببعض، لكن جوين بتقول لبيتر انها جالها منحه في جامعه اوكسفورد في لندن وانها هتضطر تسافر وتبعد عنه لمده سنه. وفي الوقت ده ماكس بيخرج لشوارع المدينه وبيبدا انه يسحب الطاقه الكهربائيه من العربيات اللي في الشوارع وبيخزنها في جسمه لحد ما بيوصل لميدان في وسط الزحمه والاعلانات المضيئه اللي موجوده في الشوارع، وبيبدا انه يشوف كابلات الكهرباء المدفونه في الارض والطاقه اللي خارجه منها، وبيبقى عايز انه يسحبها كلها لجسمه لانه بيكون مش قادر يمشي. وساعتها بيتر بيحس ان في حاجه غريبه بتحصل وبيسيب جوين بسرعه وبيروح لمكان ماكس اللي بيكون
وبيكون بدأ يكشف كابلات الكهرباء اللي في الارض وبيسحب منها الطاقة، وقوته بتبدأ انها تزيد. وبيكون في شرطي موجود في المكان وبيبعد الناس كلهم عن مكان ماكس، وبيطلب من ماكس انه يثبت في مكانه وما يتحركش. لكن ماكس بيتوتر وبيرفع شاحنة ضخمة بالطاقة اللي عنده وبيقلبها على الارض قبل ما تخبط فيه. وماكس بيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبيقول لهم انه ما كانش يقصد يقلب العربية. وبيشوف صورته على شاشات الاعلانات وبيتفاجئ ان شكله بقى غريب ومرعب. وبيفضل ماكس يترجى قوات الشرطة انهم يسيبوه في حاله، لكن الشرطيين بيرموا عليه قنابل غاز. وماكس بيجمع بعدها كل الطاقة اللي عنده وبيدمر كل عربيات الشرطة وبيطيرها. وبيوصل ساعتها سبايدر مان وبينقذ شرطي في الشارع قبل ما تقع عليه العربية. والشرطيين بعدها بيفتحوا النار على ماكس، لكن الرصاص بيتكسر اول ما بيخبط فيه. وقائد الشرطة بيطلب منهم انهم يوقفوا ضرب، وسبايدر مان بيروح لماكس وبيتكلم معاه. وماكس بيفكره بنفسه وبيقول له انهم اتقابلوا قبل كده، وبيتر بيفتكر اسمه. فماكس بيفرح ان سبايدر مان لسه فاكره، وبيقول له انا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي، لكن حاسس بقوة غريبة جدا. وسبايدر مان بينجح انه يهديه وبيطلب من الشرطة محدش فيهم يضرب نار على ماكس، لكن قناص من الشرطة بيضرب رصاص على ماكس، وماكس بيتعصب وبيصعقه بالكهرباء. وسبايدر مان بيحاول انه يشده بخيوطه، لكن ماكس بيصعقه هو كمان وبيطيره من قدامه. وللاسف جهاز الخيوط بتاع سبايدر مان بيبوظ، وقبل ما لوحة الاعلانات تقع على الشرطي سبايدر مان كمان بينقذه بالخيوط اللي في ايده التانية. والناس اللي بيكونوا موجودين في المكان بيبداوا انهم يشجعوا سبايدر مان ويشتموا في ماكس وبيسموه الكترو. وماكس ساعتها بيتغاظ وبيقول لسبايدر مان انت خدعتني وكنت عايز تقبض عليا. وقبل ما سبايدر مان يفهمه ان ده مش حقيقي، ماكس بيهاجمه وبيحاول انه يصعقه بشحنه كهربائيه، لكن سبايدر مان بيطير وبيبعد عنها. بس المشكله ان بيكون في ناس بيجروا على سلالم ليها سور معدني والكهرباء كانت هتصعقهم، لكن سبايدر مان في اقل من ثانيه بيبعد عنهم العربيه اللي كانت هتخبطهم، وبيبعد اجسامهم بسرعه قبل ما يلمسوا السور المعدني ويتكهربوا. والكترو بيبدا بعدها انه يهاجم سبايدر مان من تاني، وسبايدر مان بيقدر انه يهرب منه. والكترو بيقول لنفسه بعدها ان كل الناس خايفه منه وبتكرهه وانه هينتقم منهم كلهم. وبيمسك كابلين كهرباء وبيوصلهم بجسمه، وبيبدا انه يسحب كل الطاقه اللي في المدينه لحد ما المدينه كلها بتضلم، وبيطير بعدها في الهواء وبيفضل يدمر في المباني. وبيحاول انه يصعق الناس اللي بيجروا لحد ما سبايدر مان بيرش عليه ميه من خرطوم المطافي بتاع فريق الاطفاء، والكترو بيحصل له صدمه بسبب الميه وبيقع على الارض. وبيقول ان سبايدر مان هو السبب في كل ده، اللي بيكون رجع لجوين وبيكمل موضوع المنحه بتاعتها عادي كأن ما حصلش حاجه. وبيقول لها انه زعلان انها تسيبه وتسافر، وبيسيبها بعدها وبيرجع للبيت وبيشوف في شنطه ابحاث ابوه اللي سابها قبل ما يموت ملاحظه باسم روزفلت، وما بيكونش يعرف حاجه عنها غير ان ده اسم رئيس امريكي سابق. وبنروح لهاري بعدها اللي بيكون مرضه اتطور وبقى تعبان جدا، وبيكون بيدور على حل يوقف تلف الانسجه اللي ورثه عن ابوه. وبيشوف فيديو لابوه مع ريتشارد باركر ابو بيتر، وبيقول فيه ان ريتشارد وصل لنتيجه لعلاج تلف الانسجه، وده عن طريق استخدام سم العناكب مع الحمض النووي البشري. وفي نفس الوقت بيتر بيبدا انه يتعرف اكتر على الدوائر الكهربائيه عشان يوصل لحل يخلي الجهاز اللي بيخرج خيوط العنكبوت اللي في ايده ما يبصش لما يواجه الكترو مره تانية. لكن في النهايه كل محاولاته بتفشل، وهاري بيتصل بيه وبيقول له انه محتاجه ضروري لان بيموت. ولما بيتر بيقابله هاري بيوري له الفيديو اللي ابوه بيتكلم فيه عن ابحاثه، وبيقول له انه متاكد ان سبايدر مان اتقرص من عنكبوت من اللي كانوا بيعملوا عليه تجارب، وانه عارف ان هو صديق سبايدر مان لانه كان بيصوره دايما. وبيطلب منه انه يخليه يقابل سبايدر مان عشان ياخد عينه من دمه ويحقن بيها نفسه، لان ده امله الوحيد انه يتعالج. لكن بيتر بيكون خايف عليه وبيقول له انه لو اتحقن بدم سبايدر مان ممكن يموت، بس هاري بيكون مصمم انه يقابله وبيقول له انه ده اخر امل ليه، وبيفضل يتحايل عليه وبيقول له انه مش عايز يموت زي ابوه. وفي نفس الوقت جوين بتكون بتدور في قاعده بيانات الشركه على اي معلومات عن ماكس، لكن بيكون دونالد مسح كل الملفات بتاعته، وحارس دونالد وامن الشركه بياخدوا بالهم من جوين وبيحاولوا يمنعوها. وجوين بتهرب بسرعه منهم وبتقابل بيتر بعد ما نزل من عند هاري، وبتاخده وبيستخبوا من الامن هما الاثنين، وبيخرجوا من مكانهم هما الاثنين بعدها. وبيتر بيساعد جوين عشان تهرب، وبيعطل افراد الامن على ما جوين تركب الاسانسير وتهرب منهم. وفي الاسانسير جوين بتقابل هاري وبيقول لها انه صديق الطفوله لبيتر، وانه عرف من بيتر انهم انفصلوا عن بعض من قريب، وبيكون غامض كده في كلامه. وجوين بتسلم عليه وبتخرج بعدها، ودونالد بيكون قدر انه ياخد ماكس ويحبسه في معمل ابحاث سري عشان يعملوا عليه تجارب. وبيكون في عالم اسمه دكتور كافكا بيتولى المهمه دي، وبيقول لماكس انه لازم يعرف هو وصل للحاله دي ازاي، وبيبدا انه يصعقه بالكهرباء، لكن في نفس الوقت بيخلي باله انه ماكس ما ياخدش الطاقه اللي تخليه يخرج عن سيطرته. لكن ماكس بيتحداه وبيقول له انه مهما عمل مش هيقدر يسيطر عليه، وانه اول ما هتجيله الفرصه هينتقم منهم كلهم، واولهم سبايدر مان. ودكتور كافكا بيخلص تجارب النهارده وبيرجع يحبس ماكس جوه حوض مليان ميه. وفي بيت بيتر مرات عمه بتشوف التحقيقات اللي بيتر عملها في اوضته عن موضوع روزفلت اللي كان ابوه سايب ملاحظه بالاسم ده قبل ما
يموت. ومرات عمه بتكون خايفه عليه وبتقول له ان هي اللي ربته، لكن بيتر بيكون متاكد انها عارفه حقيقه موت ابوه وامه وبيصر عليها انها تحكي له. ومي فعلا بتقول له ان بعد وفاه ابوه محققين الشرطه جم لبيتهم وقالوا ان ريتشارد ابو بيتر خان دكتور اوزبورن وكان عايز يبيع كل الابحاث بتاعته للي يدفع اكتر، لكنهم ما صدقوش الكلام ده عن ريتشارد لانه كان عنده مبادئ وانه ضيع حياته كلها على الشغل، ولمده 20 سنه كان كل يوم بيسافر بالقطر لشغله ويرجع بعدها لبيته. وبيتر بيتصدم بعدها وبيقول لها ان ابوه لا يمكن يعمل كده. وتاني يوم بيتر بيزور هاري في بيته في زي سبايدر مان وبيقول له ان بيتر بلغني انك عايز تقابلني وانه مش موافق انه ينقل له دمه لان هاري ممكن يموت لو عمل له كده. فهاري بيقول له ان دي فرصتي الوحيده عشان اعيش، وبيسال سبايدر مان عايز فلوس قد ايه عشان يوافق، بس سبايدر مان بيرفض عرض هاري وبيسيبه وبيمشي. وهاري بيتعصب وبيقول ان سبايدر مان شرير. وبعدها جوين بيكون عندها اخر مقابله عشان تاخد المنحه لجامعه اوكسفورد، وبيتر بيقابلها وبيقول لها انه متلخبط ومحتاج لها، لكن جوين بتقول له انها لازم تعمل المقابله دي وانه كده بيعطلها. وبيرجع بيتر لبيته وبيكون محبط جدا لانه مش عارف كمان حقيقه موت ابوه وامه، وبيرمي شنطه ابوه وهو متعصب وبيقع من الشنطه عملات معدنيه كتير كان ابوه مخبيها جوه آلة حاسبه. وبيعرف بيتر ان العملات دي خاصه بمحطه قطارات قديمه وسريه واسمها محطه روزافيلت، وبيفتكر كلام مرات عمه ان ابوه كان بيركب القطر ده كل يوم عشان يروح لشغله. وبيعرف ان المحطه دي كانت معموله عشان تنقل رئيس امريكا السابق فرانك روزافيلت بشكل سري جوه المدينه. وفي نفس الوقت هاري بيكون حزين ومحبط في الشركه، وبتشوفه فيليشيا السكرتيره بتاعته وهو زعلان وبتعرف منه انه محتاج لسم العناكب اللي كانوا بيعملوا عليها تجارب عشان يعيش. وبتقول له ان مش كل العينات اتدمرت وانها عارفه ان دونالد مخبى عينات من سم العناكب في مكان سري في الشركه اسمه قسم المشاريع الخاصه. وبيدخل هاري من على الكمبيوتر بتاعه على قسم المشاريع الخاصه ده وبيشوف كل ملفات ماكس والتجارب اللي بيعملوها عليه بدون علمه، وبيعرف ان دونالد بيزور كل موافقات هاري على المشاريع دي كمان. وفجاه بيدخل دونالد ومعاه الامن وبيقول لهاري انه مطرود من الشركه بعد ما بيتهموا ان هو المسؤول عن موت ماكس. وهاري بيتعصب جدا وبيقول له ان انت اللي عملت كده، لكن دونالد بيكون ملفق كل الادله ضده وما بيقدرش هاري انه يعمل حاجه غير انه يسيب الشركه ويمشي. وفي نفس الوقت بيتر بيقدر انه يوصل لمحطه قطارات روزافيلت السريه وبيحط كوين من بتوع ابوه في مكنه المرور اللي في المحطه، وبيتفاجئ بعدها بعربيه قطر بتخرج من تحت الارض، والعربيه دي بتكون معمل ابحاث سري لابوه ريتشارد باركر، وهي دي اللي ريتشارد بعت ابحاثه للكمبيوتر اللي موجود فيها قبل موته في حادثه الطياره. وبيدخل بيتر وبيشوف الابحاث اللي ابوه سابها، وبيكون كمان سايب فيديو ليه بيقول ان دكتور اوزبورن خانه وانه اتفق انه يبيع الابحاث بتاعته عشان يستغلوها لاغراض حربيه لانهم كانوا عايزين يعملوا بيها اسلحه بيولوجيه، وان اهم من كل ده ان الحمض النووي اللي اتعمل بيه التجربه دي يبقى من دم ريتشارد نفسه، ومن غيره دكتور اوزبورن ما يقدرش يكمل المشروع. ولما ريتشارد باركر رفض لفقوا له تهمه انه كان عايز يبيع الابحاث. وفي نفس الوقت هاري بيكون في قسم المشاريع الخاصه وبيضرب افراد الامن وبيدخل عشان يقابل ماكس، وبيوصل فعلا لمكان ماكس وبيفصل عنه الاجهزه وبيعرفه بنفسه وبيقول له ان انا هاري ابن الدكتور اوزبورن، وبيقول له انه هيعمل معاه اتفاق وهو انه هيحرره دلوقتي مقابل ان ماكس يساعده في انه يسترد شركته من تاني. وبعدها هاري يساعد ماكس في انه يدمر سبايدر مان عشان ينتقموا هما الاتنين منه. وفي نفس الوقت حراس الامن بيكونوا بيتحركوا عشان يقبضوا على هاري، وهاري بيترجى ماكس انه يوافق على العرض بسرعه. وعلى اخر لحظه هاري بيحرر ماكس وبيشحنه بالطاقه، والحراس بيقبضوا بعدها على هاري وبيضربوه، لكن ماكس ساعتها بيختفي. وفجاه بيصعد كل حراس الامن ومعاهم دكتور كافكا، وبيبدا انه يظهر من تاني بعد ما بيكون حرر هاري، وبيقبض على دكتور كافكا بعدها وبيحبسه في الجهاز اللي كان ماكس محبوس فيه، وبيتفقوا هما الاتنين بعدها انهم يتحدوا ضد سبايدر مان. وفي نفس الوقت جوين بتكلم بيتر وبتقول له انها اتقابلت في جامعه اوكسفورد وانها مسافره دلوقتي. وهاري بياخد ماكس وبيروح لشركه اوسكورب، وقبل ما رئيس الامن يحذر دونالد ماكس بيصعقه بالكهرباء وبيخلص عليه، ودونالد بيقف وهو مرعوب من ماكس، وهاري بيقول له انه جاله عشان يسترد شركته، وماكس بيصعق دونالد هو كمان وبيوقعه على الارض وبيفوقه بعدها بصدمه كهربائيه. وهاري بيستلمه من ماكس وبيقول لماكس بعدها ان شبكه الكهرباء كلها دلوقتي بقت تحت امره. وهاري بياخد دونالد بعدها لقسم المشاريع الخاصه وبيأمره انه يحقنه بجرعه من سم العناكب اللي كان مخبيه، وفعلا دونالد بيحقن هاري بالجرعه، وهاري بعدها بيبدا يظهر عليه اعراض غريبه وبيقع على الارض. فدونالد بيستغل الفرصه دي وبيشغل جهاز الانذار وبيهرب من المكان. وهاري بعدها بيشوف بدله الجوبلين او العفريت اللي كان ابوه مصممها، وبيلبس البدله بعدها وبيظهر عليه انه اتحول لشخص شرير. وجوين بتكون راكبه تاكسي ورايحه للمطار عشان تسافر، لكن بتوقف التاكسي على الجسر لان بيتر بيكون كاتب لها بخيوط العنكبوت انه بيحبها. وبيوصل بيتر بعدها في زي سبايدر مان عشان يودع جوين، وبيقول لها انه مش هيقدر يستغنى عنها وانه قرر انه يسافر معاها لانجلترا. لكن فجاه وهما الاتنين واقفين على الجسر الكترو بيفصل الكهرباء عن المدينه كلها، وبيبدا انه يسحب الطاقه
جوه جسمه، وطبعا قوته بتزيد جدا. وبيتر وجوين بيعرفوا بعدها ان ماكس هو اللي بيعمل كده، وبيتر بيقول لها المشكله ان ماكس بيكهرب شبكه العنكبوت بتاعته لما بيهاجمه وبيبوظها، فجوين بتقترح عليه يستخدم المغناطيس في جهاز الخيوط بتاعه عشان ما يتاثرش بالكهرباء. والمشكله ان المطارات كلها بتتعطل وطيارات الركاب بتكون كلها طايره في السماء من غير اي تواصل مع المطار. وبيتر وجوين بيطلبوا من شرطي في الشارع انه يزودهم باسلاك وبطاريه، وبيختبروا جهاز الخيوط بتاع سبايدر مان. وبعد ما التجربه بتنجح بيتر بيرفض ان جوين تساعده عشان ما تتاذيش، وبيربطها في العربيه وبيطير عشان يواجه الكترو اللي بيكون ساعتها بيدمر المدينه بشحنات الكهرباء اللي في جسمه. وسبايدر مان بيوصل لمكانه وبيفضل يطير وراه عشان يحاول انه يمسكه. وفي نفس الوقت الطيارات بتكون هتخبط في بعضها في السماء لان برج المراقبه على الارض بيكون متعطل. وسبايدر مان بيلاقي الكترو وصل لشبكه الكهرباء اللي صممها، وبيقول لسبايدر مان انه هيسيطر على الشبكه لانها ملكه. وسبايدر مان بيكسر ماسوره ميه وبيحاول انه يغرقه، لكن الكترو بيهرب من الميه وبيهاجم سبايدر مان من تاني، وبيبداوا هما الاثنين انهم يشتبكوا مع بعض. والكترو بيحاول انه يصعق سبايدر مان اللي بيمسك الكترو بعدها بالخيوط بتاعته. وساعتها الكترو بيحاول انه يكهرب الخيوط كالعاده، لكن اقتراح جوين بينجح وجهاز الخيوط مش بيتدمر. وسبايدر مان بيوقع الكترو على الارض، وبيبدا الكترو بعدها انه يتنقل زي البرق بين ابراج محطه الكهرباء. وفي الاخر بيقدر انه يصعق سبايدر مان وبيكتفه بشحنات الكهرباء، لكن جوين بتكون قدرت انها تفك ايديها من خيوط سبايدر مان، وبتركب بعدها عربيه شرطه وبتخبط بيها الكترو، وبتنجح انها تنقذ سبايدر مان اللي بيقع بعدها على الارض. وجوين بتنزل من العربيه وتتخانق معاه لانه ربطها وسابها، وبتصمم جوين انها تساعد بيتر وما تسيبهوش. وبيتر بيقول لها ان الكترو دلوقتي شبه البطاريه المشحونه بالكهرباء، وانهم لو قدروا انهم يشحنوه بطاقه زياده هينفجر زي البطاريه. وبيتفق مع جوين انها تشغل محطه الكهرباء من تاني لما يديها الاشاره عشان يشحنوا الكترو بكهرباء زياده. والكترو بيفوق بعد خبطه جوين ليه، وبيتر بيتهيأ له كده انه شاف كابتن جورج ابو جوين اللي مات، وبيكون بيلومه لانه بيعرض جوين للخطر. وبيبدا الكترو انه يهاجم سبايدر مان اللي بيطير بعيد عنه، لكن الكترو بيكمل مطارده ليه. وفي نفس الوقت جوين بتستعد عشان تشغل الكهرباء وقت اشاره سبايدر مان، وبيكون فاضل دقيقه والطيارات اللي في السماء كلها تخبط في بعضها والركاب يموتوا. لكن سبايدر مان بيوصل لكابلات الكهرباء اللي الكترو قطعها، وبيقدر انه يوصل الكابلات دي بخيوط العنكبوت بتاعته. والكترو ساعتها بيوجه شحنات كهرباء كبيره ليه، لكن سبايدر مان بيقول لجوين تشغل محطه الكهرباء دلوقتي. ولما جوين بتشغلها الكهرباء بترجع من تاني، والكترو بيبدا انه يتشحن بالطاقه من تاني لحد ما بيتعدى الحد الاقصى، والكترو بيتدمر بعدها. وعلى اخر لحظه برج المراقبه بيقدر انه ينقذ الطيارات اللي في السماء قبل ما يخبطوا في بعض، والموظفين كلهم بيفرحوا والكهرباء بترجع للمدينه اخيرا، والكترو بيكون اختفى. بس اللي بيحصل ان هاري بيوصل على اللوحه الطائره بتاعته والشر بيكون ظاهر في عينيه، ولما بيشوف جوين مع سبايدر مان بيعرف ان بيتر صديقه هو سبايدر مان لانه عرف انه مرتبط بجوين، وبيقول له انه خانه لانه مرضيش يساعده، وبيقرر بعدها انه ينتقم منه في جوين، وبيخطفها على اللوحه بتاعته وبيطير بيها. وسبايدر مان بيطير وراه عشان ينقذ حبيبته، وبيفضل يترجى انه يسيبها، لكن هاري بيطير بجوين لمكان عالي فوق الشركه وبيرمي جوين بعدها من فوق. وبيتر بيطير بسرعه وبيقدر انه ينقذ جوين، وهاري بيرمي قنبله عليهم لكن بيتر بيقدر انه يفاديها، وبينزل جوين بعدها المكان امن، لكن هاري بيفضل يطاردهم وبيرمي عليهم قنابل. وبتفضل جوين تتنقل بين تروس الساعه العملاقه اللي فوق المبنى، وهاري بينزل لسبايدر مان وبيشتبك معاه وبيكسر التروس العملاقه دي. وفي نفس الوقت سبايدر مان بيحاول انه يسحب جوين بخيوطه قبل ما تقع في كل مره، وجوين بتكون متعلقه في الخيط وهاري بيحاول انه يوقعها، فسبايدر مان بيمسك في التروس بالخيوط وبيقدر انه يخنق هاري، لكن التروس بتتحرك بسرعه مع لفه عقارب الساعه وبتقطع الخيط وجوين بتقع، وهاري ساعتها بيغمى عليه، وبيتر بيطير بسرعه ورا جوين عشان ينقذها وبيرمي الخيط بتاعه عشان ينقذ حبيبته، لكن جوين بتقع بشكل سريع جدا. وعلى الرغم ان خيوط سبايدر مان بتوصل لها في اخر لحظه، لكن جسمها ما بيستحملش شده الخيط من الارتفاع ده. ولما بيتر بينزل عشان يطمن عليها بيلاقي جوين ماتت، وبيحس بيتر بالذنب لان حبيبته الوحيده ماتت بسببه، وبيفضل يزور قبرها كل يوم وهو بيعيط. وبيتم حبس هاري بعدها في نفس المكان السري اللي ماكس كان محبوس فيه، لكن برضه بيفضل يخطط عشان يدمر سبايدر مان. وبيقابل بعدها شخص غامض وبيأمره انه يستخدم التكنولوجيا اللي في شركه اوسكورب عشان يدمر سبايدر مان، وبيرشح له المجرم اللي اسمه أليكس اللي كان بيسرق عربيه الشركه في البدايه، وده عشان يستخدموه في تدمير المدينه وسبايدر مان. وبيتر بيكون مكتئب بعد موت جوين وما بيقومش بدوره في حمايه المدينه من المجرمين، لكن بعدها بيشغل خطاب جوين في حفله التخرج وبيسمعه لاول مره، وبيقرر بعدها انه يرجع يقوم بدوره في حمايه المدينه. وبتكون اول مهمه ليه انه ينقذ الناس من أليكس اللي بيكون هاري زوده ببدله خارقه تشبه وحيد القرن، وأليكس بينزل تدميره وتكسير في المدينه ومحدش بيكون قادر يوقفه من قوات الشرطه. وبيقرر طفل صغير انه يقوم بدور سبايدر مان ويواجه وحيد القرن، لكن بيوصل ساعتها سبايدر مان الحقيقي وبيبعد الطفل الصغير عن أليكس، وبيرجع سبايدر مان لدوره اخيرا وبيواجه أليكس وبيقوم بدوره في حمايه المدينه. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناه لمتابعه كل جديد.